شخصية اجتماعية. الأنباء التي أفادت عن استقالتهم وانضمامهم إلى المعتصمين وهم الأخوان علي السلامي وأحمد مكي عضو مجلس الشورى، والشيخ محمد نجيب عضو مجلس النواب عن الدائرة 95 بمحافظة إب، والأخ علي محمد الزنم والشيخ عقيل حزام فاضل وكيلا محافظة إب، والشيخ علي محمد عمر والشيخ عبد الله محمد عمر من أعيان مديرية مناخة. أحب أن أوضح هنا بأنني سمعت بأنني قدمت استقالتي من المؤتمر الشعبي العام، وهذا في الحقيقة غير صحيح، وأنفي كلية ما سمعته وما سجل في قناة سهيل. والواقع أنني أدعو دائما إلى حل مشاكل اليمن بالحوار والحوار فقط، وأعتقد أن الحوار هو المخرج الوحيد والطريق السديد لمعالجة كل قضايا اليمن. الحقيقة عندنا مشكلة الإعلام، مشكلة يجب أن أن نعطيها أهمية كبيرة، لأن الإعلام يلعب دور كبير في خلق توششات كثيرة وكبيرة في أوساط الشعب اليمني، وأنا أدعو كل القنوات أن تتحرى الحقيقة في كل معلومية تصل إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أبلغنا بعض الإخوان بالأمس أن قدمنا استقالتنا واستغربنا ذلك، ولكن عند التحري وجدنا أن سهيل نشرت الخبر وطالب لهم بنشر الوثائق التي تأكد هذا الخبر، فأرسلوا لنا هذه الوثيقة التي هي عبارة عن هذا التوقيع لأعضاء المجلس في أحد المحاضر، وهذا الكلام مزور. طب صوروا هذا وكلموا الكلام هذا المزور أن هذه المجموعة مستقيلة، وهذا طبعا كلام خطأ. فجميع الأعضاء المذكورين في هذا الاجتماع هم مع الشرعية ومع الدستور، ولم يستقيلوا من المجلس، وإنما يؤكدون دعمهم للشرعية وفخامة الأخ الرئيس، ويريدون أن تحل المشاكل بطريقة الحوار وبالطريقة السلمية، بحيث أن لا يعتدى على الوطن وأن لا تحدث مشاكل. فالوطن يعاني من الفقر ومن المشاكل والوضع الاقتصادي الصعب هذا، فيجب على جميع الناس وجميع العقلاء أن يوجدوا حل بطريقة معقولة دون أن يورطوا الوطن إلى مشاكل أكبر وإلى قضايا أكبر، بحيث أن اللي يعانون والفقراء والمساكين سيزداد فقرهم وسيعانون أكثر، والشريحة الأضعف في المجتمع هي التي تعاني أولا وقبل كل شيء في أي مشاكل أو محن يحدث للوطن. وحول استقالتي من المؤتمر أو عضوية مجلس النواب، أنا حقيقة لم أستقيل ولم أفكر في الاستقالة حتى من باب المزاح. وعندما سئلت من بعض الزملاء الأوفياء عن الشباب، قلنا لهم نحن مع الشباب في مطالبهم المشروعة لتحقيق مطالبهم، سواء مكافحة الفساد أو تدوير الوظيفة العامة أو توظيف الشباب وتحسين الوضع الاقتصادي والكذا، فاحنا معهم في هذا الجانب تماما. لكن أن أستقيل فهذا غير وارد تماما، خاصة ونحن أيضا معنا قواعد في المديرية، في مديرية الحزم دائرة 95 قواعد ناضجة وناس عقلاء لا يمكن أبدا أن نبتعد عنهم، فنحن معهم ونلتقي معهم وموقفنا واضح تماما. ولا أعتقد أنه في مجال نحن أو أن نقبل أن هناك أننا نستقيل من المؤتمر في هذه الظروف، وهذا تكذيب ونفي لما ورد عبر وسائل الإعلام. أعتقد أنه في هناك مزايدات، نحن لا يمكن أن ننجر وراء الأمور التي لا تخدم الوطن. أؤكد أن ما نشرته قناة سهيل وورود اسمي ضمن مؤيدين الثورة وأنفي نفيا قاطعا، ويؤسفني أن تستمر قناة سهيل في نشر الأكاذيب وتجسد يوما بعد يوم هذا النهج في محاولة يائسة للنيل من عدد من الشخصيات الصامدة من أجل الوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار. ونحن نرفض العنف والتخريب، ونؤكد وقوفنا إلى جانب الشرعية الدستورية ممثلة بالأخ القائد الوحدوي فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية،
القائد الذي نكن له كل حب ووفاء واحترام تقديرا لما قدمه لهذا الوطن من إنجازات غير خافية على أحد. أحب عبر قناة اليمن أن أنفي ما تناولته قناة سهيل من استقالتي من المؤتمر الشعبي العام، وأنا أؤكد أن هذا محض افتراء، وهذه كذبة من أكاذيب قناة سهيل. وأؤكد من خلال القناة أني سأظل وفي مع تنظيم المؤتمر الشعبي العام، كذلك مع قائد اليمن ومحقق نهضتها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح. أنا الشيخ علي محمد عمر، شيخ قبيلة مساء. لم نأتي إلى هذا المكان إلا وفق قناعتنا بأن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح هو الرئيس الشرعي للبلاد، ونحن هنا نحمي الشرعية الدستورية ونعم لعلي عبد الله صالح ونعم للنظام والقانون. من الأكاذيب اللي سمعناها أن قبيلة مسار التحقت بالمعتصمين في الجامعة، يعني شيخ وقبائل مسار، وهذا الكلام اللي ورد كاذب ليس له أساس من الصحة. باسمي ونيابة عن مشايخ الحيمتين أؤكد لكم أن أبناء الحيمتين من مشايخ وأفراد وعقال وجميع فصائل الحيمتين رجالها ونساءها وأطفالها يؤكدون لكم العهد والوفاء أننا دائما وأبدا ناصرين ومؤكدين لموقف الأخ الرئيس علي عبد الله صالح حفظه الله لحتى آخر قطرة من دماءنا. ولا صحة لما نسب في قناة سهيل أن مشايخ الحيمتين كلها ضمت إلى اللقاء المشترك. تمام. ومن يريد أن يتأكد فليأتي إلى مخيم أبناء الحيمتين وليعرف في عصر أن مشايخ الحيمتين كاملين موجودين ومتواجدين ومعتصمين لحتى يتم الحوار ويسلم الوطن. ونؤكد وقوفنا إلى جانب فخامة الأخ علي عبد الله صالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مع علي عبد الله صالح نموت نحيي إن شاء الله يقدم باليوم يوم سنة كما تفاوضوا. احنا نحترم الرئيس وهنحترمه هو في السلطة ولا ما في السلطة. احنا مع الرئيس. نعم والذي يبي يفعل ودعاء يفعل والزوبعة ولا يعني لا يكذبوا على الناس ولا شيء.